السلام عليكم وبركاته حبايبنا طلاب ثانوية عامة، كل سنة وانتم طيبين. أخباركم إيه؟ وحشنا. طبعا إحنا حلينا الباب الأولاني، امتحان مندليف وامتحان افوكادرو، الامتحان الشامل، وأعتقد إن هو كان تجربة مفيدة أوي لمعظم الطلبة. تعالى بقى نشوف النهاردة إن شاء الله شامل الباب الثاني من كتاب مندليف وكتاب افوكادرو. يلا بينا. أول سؤال بيقول إيه؟ بيقول ان هو حط دبليو على اكس طلع مراسب ايه يذوب. طلع مراسب ايه يذوب دوت في محلول نشادر، يبقى ده اكيد فوسفات فضه مثلا، فوسفات باريوم، اي حاجه ممكن هو فوسفات، يبقى هو فوسفات. يعني بالنسبه لي الايه فوسفات. طيب اصفر يبقى فوسفات فضه، الايه فوسفات، يعني دي الايه فوسفات. الايه فوسفات حلوه، فوسفات دي معناها الاجابه يا ب يا د. طيب لو فرضت ان الواي فوسفات صوديوم Na3PO4، بقول لي كون راسب بي يذوب في الاحماض. يذوب في الايه؟ في الاحماض. اللي هيذوب في الاحماض هيبقى فوسفات باريوم، ويبقى البي راسب اصفر. هو اصلا الرسم الاصفر ده، الاصفر ده بي، يعني الصوت يبقى الاصفر ابيض والاصفر اصفر والابيض ابيض، فتبقى الاجابه الايه هو الاصفر، وده اهو راسب لونه ابيض مش اصفر. اختار الاجابه رقم ب. اللي بعدها حط 400 مللي ماء مقطر على 100 مللي من NaCl نص مولاري، عاوز تركيز NaCl. طبعا ده خفف المحلول، يبقى الحجم في التركيز قبل التخفيف يساوي الحجم في التركيز بعد التخفيف. الحجم كان كام؟ كان 100 والتركيز كان نص. لما حط ال 100 حط عليه 400 بقى الحجم 500 في التركيز س مجهول. اقسم ده على ده يطلع الجواب رقم، هنشوفها كده نحللها عشان بس وقتنا. تطلع الإجابة رقم تانية، تطلع رقم ج. طيب اللي بعدها A و B ملحين يمكن الكشف عنهما عن طريق اتش-سيل، يبقى دي مجموعة اتش-سيل، يبقى نيتريت، كربونات، بيكربونات، حاجات زي كده. غاز طلع غاز ايه؟ حمضي لا يقبل الأكسدة. أكيد CO2. وفي ملح بي اتصاعد غاز يقبل الأكسدة، يبقى الغاز اللي هيطلع في الايه مش هيقبل الأكسدة، مش هيتأكسد، والغاز الثاني هيبقى قابل للأكسدة. فأنا لو دماغي شغالة هقول إن الإيه حاجة فيها كربونات أو بيكربونات، وإن البي حاجة فيها كبريتيت أو صايو، يبقى الإيه بالنسبة لي كربونات أو بيكربونات، يبقى الإجابة يا ب يا د. أما البي يا كبريتيت يا صايو كبريتات، فاختار رقم د، لأن هنا صايو هيطلع SO2 ده غير ده قابل للأكسدة، هنا هيطلع CO2 غير قابل للأكسدة. اللي بعدها ABC 3 أملاح، وحط طبعا لا نفس كتلة الهاليديات، يعني AgI AgBr AgCl. هو لما ضاف ان H4OH الى كل منهما بعد 3 دقائق يعني فترة مش كبيرة، لم يتغير السي، كده معناه ان السي ده اكيد يوديد عشان هو لا يذوب. بينما النقص في بي كان كبير عن ايه، يبقى البي ده كلوريد عشان بيدوب بسرعه، والايه بروميد عشان بيدوب ببطء، يبقى الايه يوديد، قصدي السي يوديد، ويبقى البي هيبقى كلوريد، والاي بقول لك النقص في بي اكبر من ايه، يعني البي زاد دب بسرعه، اما الاي دب ببطء، فتبقى الاجابه هتبقى يوديد. الاي يوديد ماشي، السي يوديد اهي، والبي احنا قلنا كلوريد اهي، وقلنا الاي تبقى بروميد. تمام، عشان كده ده
ده ما دابش اصلا، ده داب بسرعه، ده داب ببطء. اللي بعدها تم خلط نص مولر HCl حجمه V1 مع محلول اخر من نفس الحمض حجمه V2 تركيزه 3 مولر، فاصبح التركيز الكلي للمحلول بعد الخلط 35 من 100 مولر، والحجم الكلي بقى كام؟ 200. طيب اول محلول حجمه كام؟ V1، الثاني V2، ومجموع الحجمين 200. ده معناه ان V2 هي عباره عن 200 ناقص V1. طيب ولما حطهم على بعض طلع التركيز الجديد 35 من 100. طيب عايزين نجيب بقى التركيز. طب ما هو التركيز بيساوي عدد المولات الكلي على الحجم الكلي، عدد المولات الكلي على الحجم الكلي. التركيز مديهولنا 35 من 100 بيساوي عدد المولات الكليه التركيز الاولاني في حجمه يعني نص V1 زائد عدد مولات الثاني 3 من 10 في V2 على الحجم الكلي 200 مللي طبعا. تمام. طب ينفع اشيل V2 واحط مكانها، اشيل دي كده واحط مكانها 200 ناقص V1؟ طبعا ينفع. اصبحت معادله من طرفين وسطين واجيب V1 تطلع ال V1 ب 50 مللي. طب ال V1 ب 50 مللي يبقى ال V2 بكام؟ هو مجموعهم 200، V1 ب 50 يبقى V2 بكام؟ ب 150. فانا هختار V1 ب 50 و V2 ب 150 يبقى رقم ج. اللي بعدها حمض HX حجمه 40 اتفاعل مع هيدروكسيد كالسيوم تركيزه 4 من 100. حجم الخليط كله على بعضه بقى 90، كله بقى كام؟ 90. طيب الحمض كام؟ 40 اتحط عليه قلوي بقى 90، يبقى القلوي كام؟ 50 مللي. 90 ناقص كام؟ 40 ب 50. عاوز تركيز الحمض، معايره عاديه خالص، هيبقى نكتب المعادله CaOH باي 2 هتتفاعل مع 2HX، طبعا حمض وحاد البروتون يبقى 2HX. يبقى مولات ده على 2 بتساوي مولات ده على 1، يبقى 40 في تركيزه احنا عاوزينه M على 2 بتساوي 4 من 100 في الحجم اللي هو قلنا 50 على 1 طرفين في وسطين، تطلع الإجابة رقم ج. ماشي. يبقى أنا عملت إيه تاني؟ طلعت كام؟ 90 ناقص 40 طلع حجم القلوي، وعامل معايرة عادية خالص، تعويض مباشر في القانون MV على المعامل بتساوي MV على المعامل. اللي بعدها حطينا كلوريد باريوم على ملحين A و B على حدة اتكون راسب مع الملح A. يعني ايه الراسب اتكون بس ما اتكونش مع B؟ طيب يبقى الايه عمل راسب. طيب كلوريد باريوم مع KCl راسب؟ لا مش راسب. طب باريوم مع فوسفات راسب؟ ينفع راسب. طيب ينفع راسب ماشي. طب هنا يجي باريوم مع فض راسب؟ هو ما كونش راسب فدي ما ينفعش، دي مستبعده دي مستبعده. انا عاوز الايه راسب والبي ما يكونش راسب. طيب لو حطينا باريوم مع كبريتات راسب ينفع. طب صوديوم مع كلور هيتكون راسب؟ لا ما ينفعش. صوديوم مع كلور مش هيتكون راسب ماشي، لكن باريوم مع فوسفات راسب، فالاثنين راسب مش هينفع. اما الاخيره بقى باريوم مع كبريتات يعمل راسب ابيض، وهنا بقى كلور مع كالسيوم مش هيعمل راسب، وباريوم مع ذرات مش هيعمل راسب، يبقى هنا اتكون راسب وهنا ما اتكونش راسب. اختار رقم د لانه عاوز الاولى راسب والثانيه مش راسب. رقم 8 ده تركيز الحمض وتعادل مع 50 مللي من هيدروكسيد باريوم.
عاوز تركيز ايون مدي تركيز ايون الهيدروكسيل. خد بالك ان السي اي و اتش باي 2 فيها 2 و اتش، يعني التركيز ده نص دي. فلو الهيدروكسيل 2 من 100 يبقى ده 1 من 100. 1 من 100 التركيز القلوي نص تركيز الواتش. نكتب المعادله عادي خالص، يبقى سي اي او اتش باي 2 مع 2 اتش سي ال. بالنسبه للحمض حجمه مجهول، تركيزه 1 من 10 على 2. بالنسبه للقاعده تركيزها قلنا 1 من 100 وحجمها 50 ملي على 1 طرفين وسطين، ونجيب الحجم يطلع الحجم بتاعنا رقم د. رقم د. 9 يتأكد حمض الأوكزاليك. حمض الأوكزاليك اللي هو ده عن طريق برمنجانات بوتاسيوم حسب المعادلة دي. فإذا لزم في واحد من البرمنجانات، هنا في واحد وتركيزها ام واحد لمعايرة في 2، في 2 من حمض الأوكزاليك بتركيز ام 2. عاوز العلاقة اللي تحطهم مع بعض عادي جدا. دول كام؟ هنا 2 كي ام ان او 4 قصاد 5 اتش 2 سي 2 او 4. طيب مولد على 2 بتساوي مولد على 5، ده على 2 بتساوي ده على 5. يبقى عندنا ده ام 1 في 1 على 2، والتاني هيبقى ام 2 في 2 على 5 طرفين في وسطين. يبقى 2 ام 2 في 2 بتساوي 5 ام 1 في 1. 2 ام 2 في 2 5 ام 1 في 1. في الإجابة دي بقى 2 ام 2 في 2 5 ام 1 في 1 رقم ج. اللي بعدها ملحين مختلفين حطلهم تفاعل حمض ضعيف ثبات مع هيدروكسيد كالسيوم. يعني هو إذا الملح فيه كالسيوم، الملح فيه كالسيوم والشق الحمضي ضعيف، ممكن يكون بقى كربونات، كبريتيت، أي حاجة، نتريت، أنا معرفش لسه. المهم اتحط HCl، طلع غاز غير قابل للأكسدة، يبقى يا كربونات يا بيكربونات. غير قابل للأكسدة مع إكس، ومع زد غاز برضه غير قابل للأكسدة، برضه يا كربونات يا بيكربونات. طيب بس هنا الكون ما كونش راسب، لأن هنا بيقول لك يدوب، حطينا مية داب، هنا إيه؟ ما دابش. طيب الغاز المتصاعد هو اكس في مع اكس هو SO2. SO2 اصلا قابل للاكسده، هو غير قابل يبقى غلط. الغاز المتصاعد مع واي NO اصلا قابل للاكسده يبقى غلط. يتكون راسب عند اضافه محلول MgSO4 الى اكس، هو قال الMg هنا بيدوب. طب يذوب واي لو ضفت له HCl؟ اصلا كربونات او بيكربونات دايما بتدوب في الاحماض. اختار الاجابه د. اللي بعدها هنا بيقول لك اكس اتفاعلت مع واي طلع راسب ابيض مصفر وانا مغمض، يبقى ده يوديد او ده AgI. بروميد، اسف، بروميد ابيض مصفر مش اصفر، بروميد. طب حمض الكبريتيك اتفاعل مع ملح بروميد، ده مثلا بروميد صوديوم بوتاسيوم اي حاجه، هيطلع ابخره البروم، يبقى زد دي ابخره بروم، ابخره الايه؟ البروم. يبقى الواي ده مثلا EgNO3 وده EgBr ودي ابخره البروم، شوف كده مع بعض. يبقى الاكس ملح بروميد، يعني يا ج يا د، ودول زد ابخره البروم. مكتوب هنا ميه، بخار ميه، وBr2 وSO3، لا غلط. طب هنا ميه وBr2 وSO2، دول ابخره البروم، يبقى الاجابه صح رقم د. رقم 12 عند اضافه حمض كبريتيك مركز الى كذا جرام NaCl.
تصاعد غاز اكس تم جمعه بالكامل، حطيناه في الميه، اتكون محلول حجمه 400، يعني حجم الحمض فيها 400. في تركيز بقى هيدروكسيد كالسيوم اللي حجمه 40 اللي بيتعادل مع 50 مللي من هذا المحلول، من هذا الحمض يعني. طب نعمل ايه؟ الاول نكتب المعادله ما بين NaCl زائد H2SO4 هيطلع Na2SO4 زائد HCl. حط لها 2 طبعا. تعالى بقى نستخدم المعادله في ايجاد مين فيهم العامل المحدد، او ممكن نستغلهم في ايجاد تركيز الحمض على طول. الحمض اصلا ده كده. طب نجيبها ازاي؟ هنقوم واخدين دي مع NaCl على طول، يبقى دي على 2 مولد ده على 2 ثم مولد ده على كام؟ على 2. NaCl 14 علامة 625 على الكتلة المولية 58.5 على 2 بتساوي ال HCl حجمه 400، طبعا احولها الى لتر، تركيزه مجهول على 2. اعمل دي في وسطين هيطلع حجم الحمض HCl علامة 625. ده حجم ده تركيز HCl. ارجع تاني انا عاوز بقى تركيز هيدروكسيد الكالسيوم، بقوم عامل علاقه ما بين CaOH باي 2 و2HCl فيطلع CaCl2 وميه. طيب بالنسبه لهيدروكسيد الكالسيوم حجمه 40، تركيزه مجهول على 1. بالنسبه لHCl حجمه اللي اتفاعل 50 وتركيزه جبناه على 2. على كام؟ على 2 طرفين فوسطين، واجيب التركيز بتاع هيدروكسيد كالسيوم بالاله الحاسبه. هيطلع الجواب بالاله الحاسبه هيطلع رقم كام؟ رقم 12. هيطلع جوابها هيطلع 39 من 100. 39 من 100 ألف يعني، ولا 39 من 1000؟ 39 من 1000 ولا من 100؟ 39 تطلع 1000. 39 من 100 ألف. طيب رقم 13 ملح صلب مع HCl مخفف طلع غاز، يبقى ده اكيد ملح لحمض ضعيف اضعف ثباتا من HCl. محلول ملح مع الكربونات راسب ابيض. راسب ايه؟ ابيض دي ممكن تكون بقى كالسيوم او مغنيسيوم. طيب يبقى عندناش، يبقى هنا دي مش نافعه ودي مش نافعه، يا دي. بس انا السؤال هو HCl بيتفاعل مع نترات؟ مع نترات ما بيتفاعلش، لكن بيتفاعل مع نتريت وطلع NO2. بالاجابه رقم ب. 14 ضفنا 50 مللي حمض كبريتيك نص مولاري الى دواء مخروطي يحتوي على 50 مللي NaOH 25 مولر مضاف اليه كتلات من انفلوفسالين. عاوز يعرف ايه اللي هيحصل في الاخر. احنا قلنا نعمل ايه؟ تاخد القاعده والحمض تفعلهم مع بعض، ادي 2 NaOH مع حمض الكبريتيك، وتجيب مولات على المعامل ده 1 وهنا مولات على المعامل 2، واللي يطلع اكتر يبقى هو الزياده، طلعوا يساووا بعض اذا متعادل. مش كده مع بعض؟ 50 مللي حمض كبريتيك يبقى دي 50 في 10 سالب 3 في 5 من 10. حمض كبريتيك 5 من 10 تركيزه على 1. والNaOH 50 برضو في 10 سالب 3 في 25 من 100 على 2. اقسم دي واقسم دي هيطلع رقم كام؟ 14. هيطلع الحمض الناتج ده اهو اكبر من ده، اذا الوسط حمضي
فالاجابه يا ب يا ج. طب انت حطيت فينول فيسالين في وسط حمضي، يبقى لونه ايه؟ احمر ولا عديم اللون؟ عديم اللون. يبقى حمضي ويتحول لعديم اللون. حمضي ولا يتغير لون المحلول، اللي هيتغير حمضي ويتحول الى اللون مين؟ داخل اللون الى لون مين؟ من الاحمر الى عديم اللون، لانه اصبح وسط بقى حمضي. كان احمر بقى عديم اللون. يعني وسط بقى ايه؟ حمضي. رقم 15 اتفاعل 200 مللي اتش اي نص مولر مع كذا جرام من قاعده ثنائيه هيدروكسيل. عاوز الكتله الموليه للقاعده، الكتله الموليه للقاعده تبقى القاعده بالنسبه لك هي فيها 2 OH، يبقى ام او اتش باي 2 هتتفاعل مع 2 اتش اي. نعوض مولات ده على 2 بتساوي مولات ده على 1، يبقى عندك 200 في 10 أس سالب 3 في نص على 2 بتساوي كتلة ده س، أو كتلة دي مديها لنا أصلا، مديها لنا إيه؟ 3 علامة 7 على الكتلة المولية س، وأقسم على كام؟ على 1 طرفين في وسطين، وأرجع أجيب الكتلة المولية بتاعت سي اي و اتش باي 2 أو القاعدة يعني تطلع 74. يبقى الفكرة كلها تعويض مباشر وشوف الكتلة المولية تطلع كام. السؤال اللي بعده اي بي سي 3 املاح، الملح ايه تفصل على الملح مين؟ بي تكون راسب اسود. الاي على البي عمل راسب اسود، يزف الحمض المشتق من الملح مين؟ سي. طب ايه اللي خدناه راسب اسود يزف الاحماض؟ ما خدناش غير كبريتيد النحاس ويزف حمض النيتريك. كبريتيد النحاس يزف حمض مين؟ نيتريك. يبقى السي احد املاح حمض النيتريك. السي احد املاح حمض النيتريك، يبقى دي لا دي لا دي لا دي اي. يبقى معنى كده ان انت ضفت مين؟ ان اي تو اس على سي اس 4 فتكون راسب اسود من سي يو اس، والسي يو اس بيدوب في احد املاح بيدوب في حمض النيتريك اللي هو اتش ان او 3 مركز الساخن. رقم 17 بقول لك حطيت لتر من كربونات صوديوم 4 مولر على لتر من اتش سي ال نص مولر، عاوز الماده الزايده. طيب نكتب المعادله الاول ان A2CO3 مع 2HCl، مولات على 2 بتساوي مولات على 1. الكربونات يبقى 1 في 4 على 1، و HCl هيبقى نص في 1 لتر على 2، يبقى دي 4 ودي 25%، يبقى القاعدة هي اللي زيادة. القاعدة هي اللي زيادة، فالإجابة هي ألف يا ب. طب عاوزين نعرف تركيز NaCl اللي موجود في المحلول، تمام؟ مين عامل محدد؟ عامل محدد هو الحمض ولا القاعدة؟ الحمض طبعا، القاعدة زيادة. خد بقى المحدد اللي هو NaCl مع NaCl. طبعا المعادلة بتقول 2 NaCl ومية وCO2. أنا عاوز أجيب بقى NaCl عن طريق HCl. ليه HCl؟ عشان هو المحدد. فقوم واخد 2HCl قصاد 2NaCl، ممكن ال 2 تروح مع ال 2 عادي. طيب بالنسبة للحمض، الحمض عدد مولاته 25، احنا قلنا أو سيب 5 في 1. بالنسبة ل NaCl NaCl هيبقى تركيزها ام مجهول. طب حجمها، طب ما هي NaCl ده دايما في المحلول كله. طب ما ده لتر وده نص لتر، يبقى كام لتر؟ لترين، يبقى ام في 2 على 1. قوم جايب الام اللي هي نص على 2 تطلع 25 من 100 يعني بقى، او تطلع كام؟ 25 من 100. يبقى الاجابه الف. الف. خد بالك تاني، انا جبت الماده الزياده تبع الكربونات
صوديوم. يبقى العامل محدد هو HCl. كده جه طلب بعد كده تركيز NaCl، اخد المحدد مع NaCl اللي عاوزها. مولات ده على 2 بيساوي مولات ده على 2، واحسب تركيز NaCl. بس هنا اللغز الصغير اللي معظم الطلبه بيغلطوا فيه، الحجم عوض عنه بكام؟ اصل NaCl ده اصبح موجود داخل 2 لتر. ما هو لتر من ده اتحط لتر من ده، فNaCl اصبح موجود داخل 2 لتر، فعوض بالحجم الكلي اللي هو 2 لتر. 2 لتر دي نقطه حلوه وممكن اي حد في الامتحان ياخدش باله منها. الحجم 2 لتر. 18 هو حط اكس على اي بي سي اتكون 3 رواسب. 3 رواسب مختلفه. قال لك ان الاي والسي نفس اللون. نفس الايه؟ اللون. اي مما يلي صحيح. طيب هل لو انت حطيت ان اتش 4 او اتش على كالسيوم هيدي راسب وعلى النحاس نفس الراسب؟ لا. طب ان اتش 4 او اتش على حديد ثلاثي وحديد ثنائي نفس اللون؟ لا. طب فضه مع يود وفضه مع كلور نفس الراسب؟ لا. لكن فضه لو اتحطت مع بروم، فضه قصدي اتحطت مع كبريتيت راسب ابيض، وفضه مع كلور برضو ابيض، فالاثنين زي بعض، يبقى اللي جايب رقم د. لا. طب نكمل. طبعا انا قسمت بقى الشاشه نصين، لقيت الدنيا صعبه عليك شويه، معلش انا اكتب مزنق قوي فمعلش. قسمت الشاشه نصين عشان يبقى اسهل بالنسبه لنا بقى ان شاء الله. من اول ايه 19 كده. بيقول لك المخطط التالي يوضح تفاعلات ان مول من AlCl3 مع عدد مختلف من NaOH من المولات. بيقول لك في حاله الايه اتكون راسب رائق، ده في حاله الايه. اما في الاي بي سي دي او البي سي دي اتكون مين؟ رواسب. وعاوز يعرف مين كتلته اكبر. طب تعالى كده بالعقل كده. هي اصلا المعادله بتقول ايه؟ بتقول AlCl3 بيتفاعل مع NaOH فيطلع AlOH باي 3 والNaCl. في الوزن هتلاقينا فيه 3. وبترجع تاخد انت AlOH باي 3 مع NaOH فيطلع Al او NaAlO2 ميتالمونات وميه. معنى كده ان انت عشان تدوب 1 مول من ده انت عاوز 4 مول من NaOH. يعني النسبه 1:4. لو هي 1:4 اكيد الراسب كله هيدوب. طيب ناقص حاجه هنا. لو دي ان ودي 4 n، نسبه 1:4. 1 لكام؟ ل4. يبقى ده بكله. هنا راسب بصفر. طيب انت حطيت 3 مول بس، يعني نسبه 1:3 بس، يبقى تكون الراسب كله ومفيش حاجه دابت خالص، يبقى الراسب كله موجود، مفيش اي حاجه دابت. طيب حطيت هنا 1 إلى 3.5، يعني انت مش حاطط ال4 كلهم، انت حاطط 3.5. يحصل ايه؟ يتكون راسب ونصه يدوب مش كله، اللي هيتبقى نص الراسب. هنا نص الراسب. طب انت حطيت 2، النسبه 1:2، دي 1 حط هنا 2 بس، يعني حط اقل من المطلوب. اذا مش هيكون كل الراسب، ده هيكون تلتين الراسب. يبقى تاني يا غالي، الاولى مش هيكون راسب اصلا لان كله هيدوب، راسب بصفر. في بي الراسب كله هيتكون ومش هيدوب منه اي حاجه. 3.5 يدوب نص الراسب ويتبقى نصه، اذا لسه موجود نص الراسب. اما في ديت تلتين بس الراسب اللي هيتكون ومش هيدوب منه حاجه، تلتين بس اللي هيتكون. اذا اكتر راسب موجود هو بي. اكتر راسب هو بي اللي هو كله، ثم سي اللي هي التلتين، اقل حاجه هي النص اللي هي دي. اختار رقم ب. الاجابه ب. السؤال اللي بعده. أضيف نص مول كلوريد باريوم
نص لتر، اسف، نص لتر كلوريد باريوم 10 مولاري. الامول او اللتر حمض الكبريتيك 4 مولاري. اكيد دي مساله عن محدد، طالما كده عن محدد على طول. اتكون في القاع الاناء راصب، كون ايه؟ راصب فصلناه بالترشيح. تم معايره المحلول المتبقي في الاناء مع محلول NaOH تركيزه 1 مولاري. عاوز حجم NaOH لازمه للتعادل مع هذا المحلول. طب نكتب المعادله ونشوفها. كلوريد باريوم BaCl2 هيتفاعل مع حمض الكبريتيك H2SO4، هيطلع BaSO4 راسب ابيض زائد 2 HCl، وده محلول، خدوا بالكم ده محلول اخر. عايزين نعرف مين العامل المحدد. كلوريد الباريوم كان نص، يبقى ده نص في حجمه 1 ولا حجمه كام؟ حجمه التركيز 3 من 10 على 1. التاني حمض الكبريتيك 1 لتر في 4 من 10 على 1، يبقى دي 4 من 10 ودي 15 من 100. إذا مين الكمية الأقل؟ BaCl2، يبقى ده المحدد. يعني BaCl2 دي المادة المحددة هي اللي خلصت، يبقى الحمض هو اللي فيه زيادة. إذا في شوية حمض إيه؟ زيادة. طيب إحنا عاوزين نعرف دلوقتي الحمض اللي زاد ده قد إيه؟ الحمض اللي زاد قد إيه؟ يبقى حمض الكبريتيك اللي زاد حجمه قد إيه؟ حجمه قد إيه؟ أو مولاته قد إيه؟ مولاته قد إيه؟ 4 من 10 ناقص 15 من 100 ب 25 من 100. يبقى عندك 25 من 100 مول حمض لسه موجودين. ال 25 دول بقى اتفاعلوا مع NaOH. طيب بس لا، وبرضه NaOH اكيد اتفاعلت مع HCl، يعني HCl اتفاعلت مع حاجتين، مع ال 25 100 مول اللي اتبقوا من الحمض ومع HCl اللي اتكون. طب نكمل المسألة. بالنسبة للحمض يبقى هنفاعل NaOH مع حمض الكبريتيك. طبعا هنا في 2. الحمض مولاته 25 من 100 على 1. بالنسبة ل NaOH تركيزها 1 وحجمها مجهول على 2. تمام؟ تطلع الفي بنص لتر. نص لتر يعني ب 500 ملي لتر. طبعا انت هتقوم جاي ومختار رقم د. لا غلط، لسه المسألة ما خلصتش. ال 500 ملي دول الحمض اللي اتفاعل مع NaOH، حمض الكبريتيك. طب ما لسه في حمض اصلا كمان HCl ما هيتفاعل برضه مع NaOH. مش HCl موجود، هيتفاعل اخر مع NaOH. طب قد ايه من الحمض هيتفاعل بقى؟ نشوف كده مع بعض. نشوف مع بعض. طب قد ايه من الحمض؟ ناخد العامل المحدد اللي هو BaCl2 ناخده مع 2HCl. ده قلنا 15 من 100 مول. وده انا مش عارفه، س على مولاته يعني على 2، س تطلع 3 من 10 مول. عايز اعرف بقى يتفاعل مع قد ايه NaOH. اخد NaOH وفاعلها مع HCl. قلنا ده 3 من 10 مول هيساوي الباشا دوت حجمه انا مش عارفه، في تركيزه 1 على برضه 1 على 1 تطلع في ب 3 من 10 لتر، يعني في ب 300 ملي لتر. طيب انا بقول في شويه، في 500 ملي NaOH اتفاعلوا مع الحمض، وفي 300 ملي NaOH اتفاعلوا مع HCl. يبقى التوتال اللي اتفاعل كله كام؟ 300 زائد 500 بتساوي 800 ملي لتر. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم أ مش رقم د. المساله دي حلوه ومش اي حد يعرف يحلها. نقولها تاني بسرعه كده.
انت حطيت حمض كبريتيك على كلوريد باريوم فتكون راسب وتكون HCl ده حمض. اوكي، جبنا العامل المحدد، عرفنا ان المحدد هو BaCl2. ماشي اوكي. بعد كده يبقى الزياده فين؟ الحمض الكبريتيك ده في شويه زياده، شويه دول حطيت لهم NaOH اتفاعلوا معاهم، فانا جبت حجم NaOH اللي اتفاعل مع حمض الكبريتيك طلع 500. خلصت المساله؟ لا ما خلصتش. ليه؟ لان ال NaOH برضه هيتفاعل مع HCl، فقمت جايب عدد مولات HCl اللي اتفاعلت او الموجوده في المحلول، وبعدين منها جبت حجم ال NaOH اللي اتفاعل معاه، بقى عندي 300 مللي اتفاعلوا مع HCl و500 مللي اتفاعلوا مع حمض الكبريتيك، يبقى التوتال 800 مللي لتر. طبعا دي مسألة حتة مهمة وحتة فيها فكرة حلوة. دي فيها فكرة حلوة. رقم 21 مخلوط نقي من هيدروكسيد صوديوم وكبريتات صوديوم 2.5 جرام، حطيناه في المية وكملنا حجم المحلول لنص لتر، عيدنا منه 20 مللي مع حمض كبريتيك 500 مولر وحجمه 20 مللي. احسب نسبة كبريتات الصوديوم في المخلوط. بص يا غالي، دلوقتي المخلوط عبارة عن ايه؟ المخلوط عبارة عن NaOH زائد Na2SO4، هم على بعض 2.5 جرام، حطيناهم لحد ما وصلنا لنص لتر، الحجم بقى نص لتر يعني، خدنا منه 20 مللي بس حبه منه يعني، وفعلناها مع حمض الكبريتيك H2SO4 تركيزه 5 من 100 مولاري وحجمه 20 مللي لتر، وهو عاوز يعرف كبريتات الصوديوم دي قد ايه. الاول نجيب تركيز NaOH. ازاي؟ ادي 2 NaOH هتتفاعل مع حمض الكبريتيك على طول، مولات الحمض على 1 بتساوي مولات ده على 2. بالنسبة للحمض نص أو 5 من 100 في 20 في 10 والسالب 3 على 1. بالنسبة للباشا حجمه 20 في 10 والسالب 3 في ام مجهولة على 2، واجيب التركيز بتاع NaOH. هيطلع تركيز NaOH في المحلول هيطلع يا معلم 1 من 10. 1 من ايه؟ من 10. ده تركيز مين؟ NaOH. طب نجيب كتلة NaOH هتساوي التركيز في الكتلة المولية بتاعتها 40 في الحجم كله باللتر اللي هو نص، اللي هو ايه؟ نص. هيطلع جوابها هيطلع يا معلم، هيطلع كام؟ هيطلع 2 جرام. 2 جرام NaOH. بس انا مش عاوز NaOH، انا عاوز كبريتات الصوديوم. يبقى كبريتات الصوديوم كتلة Na2SO4 هي 2.5 ناقص 2 بتساوي نص جرام. نص ايه؟ جرام. عاوز النسبة، تبقى النسبة بتساوي نص جرام على 2.5 في 100، يطلع جواب 20%. 20% أنا اختيار رقم ب. تاني بسرعة كده، أنا خدت ال NaOH مع حمض الكبريتيك وعرفت أجيب كتلتها، ثم طرحتها 2.5 طلع كتلة كبريتات مين؟ صوديوم. قسمتها على الكتلة كلية في 100 يطلع النسبة كام في المية؟ 20%. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول مخلوط نقي نص جرام من NaCl و NaOH مجموعهم يعني، حاطين عليهم 100 مللي HCl تركيزه 1 من 100. عاوز نسبة NaCl في المخلوط. الفكرة دي زي الفكرة دي بالظبط. شوف كده مع بعض.
انت معاك كاس، والكاس ده فيه نص جرام، عباره عن ايه؟ NaOH و NaCl، اتحط عليه HCl. هو HCl لما هينزل هيتفاعل مع NaCl؟ لا، هيتفاعل مع NaOH. هيتفاعل مع مين؟ NaOH. يبقى نفاعل NaOH مع HCl، مولات على معامل، مولات على معامل. طيب ال HCl تركيزه 1/100، 1/100. اوكي، 1/100. وحجمه، حجم الحمض قال لك 100 في 10 أس -3 على كام؟ على 1. نيجي على القاعدة دي، كتلتها معروفة مش معروفة، س على الكتلة المولية 40 على 1، واجيب السين تطلع كتلة NaOH، حاسبينها هنا كتلة NaOH طالعة 4/100 جرام، 400 جرام. يبقى ال 4/100 جرام عاوزين نسبة NaCl في الخليط، يبقى معنى كده ان كتلة NaCl بتساوي نص ناقص 4/100، يبقى النسبة هي نص ناقص 4/100 على نص في 100، تطلع النسبة طالعة هنا معايا كام؟ طالعة 92%. 92% NaCl. ماشي، يبقى انا جبت كتلة مين؟ NaOH، وبعدين منها جبت كتلة NaCl قسمتها على العينة في 100، يطلع كتلة أو نسبة NaCl. اللي بعدها بيقول إيه؟ بيقول ده مخطط. الإكس اتفاعلت مع حمض الكبريتيك طلع غاز بني محمر، وأنا مغمض ده أكيد ده غاز NO2، يعني الزد NO2 وأنا مغمض لأنه بني محمر، واتفاعلت مع NaOH ادت أبيض مخضر، يبقى أكيد ده هو ملح حديد ثنائي. حديد إيه؟ ثنائي. وهنا يزول لون البرمنجانات، يبقى دي ملح قابل للأكسدة. قابل لإيه؟ للأكسدة. فبالنسبة لي الإجابة ده NO2 زد بني محمر، يبقى الإجابة يا إما ب يا إما ج، يا ب يا ج. طيب حديد ثنائي، ده ملح حديد ثنائي، يبقى الواي حديد ثنائي، يبقى الواي حديد ثنائي مش ثلاثي، تبقى دي. طيب الواي حديد ثنائي هنا. طب خد بالك برضه، خد بالك ان ده يتحول بكلوبين بني محمر، بس هنا كمان بيقول لك يزول لون البرمنجانات، يبقى معنى كده الملح ده هو قابل للاكسده. قابل لايه؟ للاكسده. يا ترى هيبقى الملح اللي هو اكس اللي في النص ده نترات حديد ثنائي، ولا نتريت حديد ثلاثي؟ يعني الحديد يبقى ثلاثي ولا حديد ثنائي؟ انا بقولنا عاوزين ملح قابل للاكسده. قابل للاكسده ثلاثي ولا ثنائي؟ اكيد ثنائي، الاجابه تبقى رقم ج. تاني بسرعه، الاكس NO2 في الاجابه يا ب يا ج. ده ملح حديد ثنائي، ده بقى ده اهو لازم يكون ملح قابل للاكسده. طب ثنائي ولا ثلاثي؟ مكتوب هنا نترات نتريت حديديك، وهنا مكتوب نترات حديدوز. حديدوز قابل للاكسده، فاختار رقم ج. شوف السؤال اللي بعده بقى 24. عامل مخطط بيقول لك ايه؟ ان اكس اتفاعلت مع حمض مخفف HCl، يعني ده احد الاملاح اللي حمض HCl اللي بيكشف عنها. صعد غاز حمضي غير قابل للاكسده، على طول دماغك هتروح على كربونات او بيكربونات. CO2 عشان يطلع CO2، يا كربونات يا بيكربونات. مع H2S كون راسب اسود، يبقى دماغك تروح على البي بي او الCU، يبقى انا عاوز كربونات في يمه، والثانيه يبقى فيها نحاس او رصاص. كربونات او بيكربونات. كربونات وباريوم لا، كبريتيت وفضه لا، كربونات او بيكربونات وكبريتيت شغال، ثايو والباريوم لا. الاجابه رقم ج.
اللي بعدها عينة غير نقية من هيدروكسيد كالسيوم كتلتها نص جرام. اتعادلت هذه العينة مع 50 مللي من HCl 11 مولاري. عاوز الشوائب. طب نكتب معادلة CaOH باي 2 مع 2 HCl. مولات الحمض يبقى 50 في 10 أس سالب 3 في 1 من 100 على 2. بالنسبة للCaOH باي 2 س على الكتلة المولية اللي هي 78 تقريبا ولا 74. اشوفها كده 74 س على 74 س على 74 على 1 طرفين فصلين. هنجيب س يطلع رقم طبعا اقل من نص، فطلع الرقم عندي هنا علامة 185. ده الكتلة بتاعت هيدروكسيد كالسيوم نقي من غير شوائب. هو عاوز الشوائب، يبقى نسبة الشوائب في العينة هي نص. أطرح منه علامة 185 وأقسم على نص في 100 يطلع الجواب رقم ألف. رقم ألف. ألف ده الشوائب، خد بالك الشوائب ألف. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ جدول التالي مجموعة من الرواسب تم الحصول عليها من خلال تجارب مختلفة لتحليل الوصف. المهم من الرواسب التي لا تذوب في HCl. لا تذوب في HCl. الكربونات لا بتذوب. كبريتات الباريوم BS4 ما بيدوبش. فوسفات الباريوم بتدوب. هيدروكسيد الألمنيوم بتدوب. حديد ثلاثي برضه بتدوب. تبقى الإجابة رقم بي بس اللي ما بتدوبش رقم ب. نشوف بقى السؤال اللي بعده 27. عينة غير نقية من KOH 4/10 جرام. ادي العينة اهي 4/10 جرام. دي عبارة عن KOH زائد شوائب الله اعلم هي قد ايه. اللي حصل بالظبط حط لها ميه وبعدين ضفنا لها 20 مللي حمض كبريتيك وتركيزه 5 من 100 مولر. وبعدين ظل المحلول قاعدي، يعني قاعدة بقى منها شوية. قمت ضايف لها كمان HCl 50 مللي وتركيزه 4 من 100 مولر. عاوز يعرف نسبة الكي او اتش، يبقى لازم نجيب كتلة الكي اتش كلها. يعني مسألتين في بعض. احنا هنجيب مولات الكي او اتش اتفعلت هنا واتفعلت هنا. نجيبها ازاي؟ ادي 2 كي او اتش مع حمض الكبريتيك. 2 كي او اتش مع حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك 20 في 10 والسالب 3 في 5 من 100 على 1 بتساوي مولات دي على 2. يطلع مولات حمض الكبريتيك مولات الكي او اتش اللي اتفعلت هنا، كي او اتش اللي اتفعلت هنا مع حمض الكبريتيك طلع كام يا معلم؟ طلع معانا 4 من 1000. 4 من 1000 ده حمض الايه؟ ده الكي او اتش. نرجع تاني نجيب المولات اللي اتفاعلت مع HCl مع HCl. ادي HCl مع KOH. عندك الكي او اتش مش عارفينها س على 1 والHCl هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 50 برضه في 10 أس سالب 3 برضه في 4 من 100 على 1. فهيطلع المولات بتاعت الكي او اتش هنا هتطلع 2 من 1000. اتفاعل 4 من 1000 مع حمض الكبريتيك و2 من 1000 مع HCl، يبقى التوتال اللي اتفاعل كام؟ 6 من 1000. 6 من 1000 اضربها في الكتله الموليه بقى يطلع كتله كي او اتش.
كيو اتش خلاص جبتها. تطلع كيو اتش تقريبا كتلتها علامه 2 4. اقسمها على العينه كلها في 100 يطلع النسبه رقم الف. يبقى تاني انت هتجيب مولات الكيو اتش اللي اتفاعلت مع حمض الكبريتيك ومولات الكيو اتش اللي اتفاعلت مع اتش ال واجمعهم على بعض يطلع المولات الكليه. اضرب عدد المولات في الكتله الموليه يطلع كتله كيو اتش نقيه. اقسم بقى على الكتله الاصليه كلها عينه يطلع النسبه 56 في المية. تمام. رقم كام؟ رقم 28. هنا بيقول بيكربونات رصاص مع اتش اكس طلع غاز ومع حمض اتش اكس اتكون راسب. هنا كالسيوم كلوريد كالسيوم مع اتش 2 واي طلع برضه غاز ومع اتش 2 واي هنا طلع راسب. اكيد ده الاتش واي ده حمض كبريتيك لانه هتفاعل بيكشف على الكلور ويرسب مع الكالسيوم. واكيد اتش اكس ده اتش سي ال عشان الرصاص مع الكلور بيعمل ده اتش 2 بيطلع غاز سي او 2 وبيكون راسب من بي سي ال 2. يعني انا عندي الاتش 2 واي ده اهو حمض الكبريتيك والاتش سي ال او الاتش واي اتش اكس حمض ايه؟ هيدروكلوريك. طبعا حمض الكبريتيك هو اثبت من اتش سي ال فده بيحل محل ده فيمكن حدوثه لان اتش 2 واي اكثر ثبات من اتش اكس يعني ده اثبت من ده. طبعا الاجابه صح الف. نكمل رقم 29. دي الكتله عينه فيها ميه ودي الكتله الجافه اطرحها من بعض يبقى كتله الميه هتساوي 4 علامه 9 9 طرح 3 علامه 1 9 1 علامه 8. انت عاوز تعرف الملح في قانون ممكن تحفظه كده معايا. بص المثلث ده كده المربع ده بص كده معايا اكس اللي هي عدد مولات الميه تكتب اهو كتله 1 مول ملح جاف في كتله الميه اللي في العينه مقسومه على الملح الجاف او العينه الجافه في 18. طب دلوقتي انت عاوز تجيب المول واحد ملح جاف عاوز تجيب ده. اذا كتله 1 مول ملح جاف بتساوي عاوز اجيب دي اكس اللي هي عدد مولات الميه اللي هي 5 في كتله العينه الجافه 3 علامه 1 9 في 18 على عينه على الميه اللي في العينه اللي هي 1 علامه 8. اقسم دول على بعض كده يطلع 1 5 9 5 يبقى 1 9 5 9 تبقى الاجابه كبريتات النحاس سي يو اس 4 سي يو اس او 4. اللي بعدها عند اجراء كشف اللهب اتلون بلون احمر طوبي كده يبقى كالسيوم وحطينا حمض كبريتيك مركز طلع غاز عديم اللون يبقى غاز عديم اللون. طبعا كالسيوم يعني الف يا ب بس قالك عديم اللون يا ترى نترات ولا كلوريد؟ لا طبعا كلوريد فاختار رقم ب لان الف هتطلع بني محمر. اختار رقم ب لانه قال ملح راصب او احمر طوبي ومدينا غاز عديم اللون اللي هو اتش ال. امرار غاز متصاعد متفاعل اتش ال مع ملح كربونات. اتش ال مع كربونات بيطلع سي او 2. تمام. في اي المحاليل التاليه بيكون راسب كل بيكون راسب ما عدا وانا مغمض. كالسيوم بيعمل راسب ام جي بيعمل راسب باريوم راسب الوحيد صوديوم بوتاسيوم امونيوم مش رواسب فاختار رقم الف. 32 كتله الراسب متكون من اضافه 50 مللي كبريتات صوديوم 2 من 10 مولاري مع سي ال 2. نكتب المعادله سي ال 2 هيتفاعل مع كبريتات الصوديوم فيطلع CaSO4 و2 NaCl. انا عاوز الراسب ومدي لك كبريتات الصوديوم تاخد ده مع ده. بالنسبه ل Na2SO4 تركيزها 2 من 10
وحجمها 50 في 10 أس سالب 3 على 1. بالنسبة لسي اس 4 كتلتها س، الكتلة المولية 136 على 1، واجيب السين تطلع السين نحللها هنا رقم كام بقى دي؟ 32 تطلع الإجابة بتاعتها 1/3/6. 1/3/6 رقم ألف. رقم ألف. السؤال اللي بعده، عينة، طبعا دي عينة متهدرجة يعني فيها مية، أثبت في 500 مللي مية مقطرة، عدد 40 مللي من هذا المحلول مع HCl 20 مللي، تركيز 1 مولاري. عاوز الصيغة. تعالى أول نجيب العينة المتهدرجة، معروفة أهي، ماليش دعوة بيها. تعالى نجيب العينة الجافة، هنجيبها إزاي؟ أنت هتفاعل كربونات صوديوم، كربونات الصوديوم هتفاعلها مع 2HCl. بالنسبة للحمض هو 20 في 10 أس سالب 3، تركيزه 1/100 على 1. بالنسبة للكربونات اللي اتفاعلت 40 في 10 أس سالب 3 في تركيزها مجهول على 1، واجيب تركيز الكربونات. تركيز الكربونات هيطلع كام يا معلم؟ هيطلع 25 من 10,000 مولر، ده التركيز. ارجع تاني اجيب كتلة Na2CO3 جافة، يبقى عدد المولات ينضرب في الكتلة المولية 106 في الحجم الكلي اللي هو كام؟ 500، يعني نص لتر. تطلع الكتلة كلها على بعضها جافة، تطلع يا معلم كام؟ تطلع 1/325. 1/325. احنا عاوزين نجيب المية يبقى تطرح العينة المتهدرجة علامة 2 4 5 ناقص 1/325، تطلع المية في الآخر علامة 1/125. علامة 1/125 دي المية. وبعدين بقت معاك الجافة، معاك المتهدرجة، ومعاك المية. تعرف القانون وتجيب اكس، قيمة الاكس تطلع معاك الاكس ب5 مول مية، يبقى الإجابة رقم ج. بعد كده بيقول لك انت سخنت حديد مع كبريت، هي طبعا FeS حطيت له HCl هيطلع غاز H2S. HS ده بيعمل ايه؟ بيسود ورقة مبللة بأسيتات رصاص، فاختار يسود ورقة مبللة بأسيتات الرصاص. طب ما عنديش دي، لكن ممكن يكون راسب مع CSO4 عادي، مع H2S مع النحاس موجب 2 بيدي راسب لونه اسود صح، فاختار رقم د. 35 دي عينة فيها مية، مالناش دعوة بيها دلوقتي، اتحطت في 100 مللي مية، ضفنا عليها كربونات مين؟ صوديوم، اتكون راسب. ادانا الراسب، من الراسب نجيب كتلة الكربونات. طيب الام جي اصلا، يبقى هنجيب كده ام جي الاول، MgSO4 اتفاعلت مع كربونات الصوديوم يطلع MgCO3 و Na2SO4. معانا الراسب وعاوزين نجيب دي. الراسب كام يا معلم؟ الراسب 4/2 على 126، دي الكتلة المولية بتساوي، الكتلة دي مجهولة س على MgSO4. نحسبها كده مع بعض. MgSO4، لا احنا كده غلطانين في الرقم ده اصلا، نحسب كده Mg تطلع 84 اسف، وهنا MgSO4 كتلتها المولية 106، طرفين وسطين تطلع س تطلع ب5/3، دي كتلة عينة الجافة. يبقى المية هتساوي 9/6 ناقص
علامة 3. هتطلع المية بكام؟ كتلة المية احنا تطلع 4 علامة 3 دي المية. عاوزين نجيب بقى قيمة الإكس على طول، يبقى الإكس دي هتساوي الملح كتلة المول واحد MgSO4 كلها على بعضها، قلنا كام؟ 84. هضربها في كتلة المية نفسها 4 علامة 3 واقسم على 18 في كتلة العينة الجافة اللي هي 5 علامة 3. يطلع الإكس قيمتها بكام؟ قيمة الإكس هتطلع، احنا قلنا MgSO4 كنا بكام؟ مش 84، MgSO4 ب 106 اهي 106 اهي. تطلع الإجابة 5 ولا كام بقى؟ تطلع الإجابة إكس بتساوي، طلع معايا رقم 4، طلع 4 إكس ب 4. بعد كده أضيف HCl مخفف إلى كمية من الحديد وطلع الغاز الناتج، الغاز الهيدروجين يعني، مر على كبريتات حديد ممكن 2 أو 3 لسه معرفش فتحول لحديد واي، يعني الاكس تحول لمين؟ لواي. لما ضفت NaOH الواي بقى نظامه ايه؟ حاجه من الاثنين، ما الواي ده حديد يا ثنائي يا ثلاثي. طيب هل راسب جيلاتيني بني محمر لان الغاز عامل مختزل؟ يعني بعد ما اختزلوا بقى بني محمر؟ لا طبعا. طب ابد مقدار لان الغاز عامل مختزل؟ لا طبعا. ابد مقدار لان الغاز مختزل، نشوف دي الاول سيبها. طب بني محمر لان الغاز مؤكسد؟ طبعا هو غاز صعب مختزل. الاجابه رقم ب. يعني كان عندي حديد مين؟ 3 حديد 3 لما مر عليه هيدروجين اختزلوا الحديد 2. بوصل كده لو بنفهم هيطلع هيدروجين والهيدروجين عامل مختزل فيختزل ملح حديد مين؟ 3 لملح حديد 2. يبقى اذا هو كان عامل مختزل واختزل حديد 3 حديد كام؟ 2 فتكون راسب ابيض مخضر رقم ب. نكمل. 37 هو حط 50 مللي من كلوريد باريوم 5 مولاري على 70 مللي فوسفات صوديوم 4 مولاري. عاوز الراسب اللي يتكون، دي مسألة عامل محدد. نكتب المعادلة BaCl2 هيتفاعل مع فوسفات صوديوم Na3PO4 هيطلع BA3PO4 باي 2 زائد NaCl. نوزن قدام الباريوم هنا 3 قدام الصوديوم هنا 2 وهنا 6. نجيب مولات ده ونقسمه على 2 مولات ده نقسمه على 3 ونشوف مين المحدد بتاعهم. بالنسبة لدي BaCl2 هي 50 مللي، 50 في 10 أس سالب 3 في 5 من 100 أقسمها على 3 واجي هنا على دي يبقى 70 في 10 أس سالب 3 في 4 من 100 واقسمها على 2 واجيب دي لوحدها ودي لوحدها. دي تطلع معانا كام يا معلم؟ تطلع معانا 8 علامة 3 في 10 أس سالب 3 ودي تطلع معاك حوالي 14 من 10,000. طبعا ده رقم أقل من ده، وده معناه ان BaCl2 عامل محدد، يعني هو اللي هيحدد لي الراسب. تمام. بعد كده او مقدار BaCl2 اهي BaCl2 اخدها مع الراسب بس بوزنهم. الراسب عباره عن مين بقى؟ الراسب Ba. ارجع تاني كده شوف معايا المعادله اهي شوفوها. الراسب اهو BA3PO4 باي 2 BA3PO4 باي 2. تاني كده معايا ايه؟ يبقى هناخد BaCl2 قصاد BA3PO4 باي 2. قلنا دي 8 علامة 3 في 10 أس سالب 4 مش 3 يا جماعة 4 والباشا ده
عاوزينه يبقى س على الكتله الموليه حوالي 601، واجيب السين هتطلع الكتله بتاعتنا حوالي نص جرام. نص جرام. طيب وبعد كده بيقول ايه؟ اكس واي وزد 3 مركبات. الاكس اقدر افصله، الاكس يمكنه فصل اف اي و اتش باي 3 عن الامونيوم، اكيد ده ان اي اتش. الاكس ان اي اتش خلصت، مش محتاج اكمل السؤال. الاكس ان اي اتش اهي بس. اقرا انت يا شباب براحتك. اللي بعدها عينه غير نقيه ام جي سي ال 2 10 جرام، اتحطت في الميه، ضفنا لها نتات رصاص، اتكون الراسب. عاوز الكلوريد على طول وانا مغمض اخد الراسب، اخد الراسب بي بي سي ال 2 مع 2 سي ال سالب. البي بي سي ال 2 كتلته كام؟ كتلته 19 علامه 6 على الكتله الموليه بتاعته 278، بتساوي اليمه الثانيه س ما انا عاوزها على الكتله الموليه 35 ونص. 35 ونص اقسمها على 2 واجيب السين يطلع لي الكلور. تطلع الكلور او الكلوريد تقريبا 5 جرام. 5 جرام دي الكلور، بس انا عاوز النسبه، تبقى النسبه 5 على 10 في 100 بحوالي 50%. 50%. الاجابه رقم الف. هو اللي دي الف الاجابه رقم الف. رقم 40 بيقول ايه؟ بيقول مين المحلول اللي يكون راسبين مختلفين اما احط له هيدروكسيد باريوم مختلفين. طيب باريوم مع الكلور مش راسب، باريوم مع الكلور مش راسب، بي اس ال 2. طيب وكالسيوم مع الو اتش مش راسب، اذا اصلا مفيش راسب هنا يبقى الف لا. طيب كبريتات مع الباريوم هيكون راسب، امونيوم مع هيدروكسيد مش هيكون راسب برضه لا. نيجي على د، بوتاسيوم مع او اتش مش راسب، باريوم مع فوسفات راسب، يبقى اذا راسب واحد بس. لكن تعالى بقى هنا كده رقم ب، كبريتات مع الباريوم هيدي راسب ابيض طبعا، وحديد 3 مع هيدروكسيد راسب بني محمر، يبقى تكون راسبين مختلفين. الرقم ب. اللي بعدها دي عينه غير نقيه، وانت تفصل لك كلوريد باريوم فتكون راسب 1 من 10 جرام. طب مين الراسب اللي هيكون؟ الراسب اكيد هيبقى بي اي اس 4. مين اللي هيتفاعل بقى؟ اللي هيتفاعل ان اي 2 اس 4 مع كلوريد الباريوم هيكون بي اي اس 4. راسب معاك وانت عاوز تجيب دي، يبقى الراسب 1 من 10 على 233 دي كتله موليه، بتساوي الباشا ده كتلته مجهوله س على الكتله الموليه لان اي 2 اس 4، احسبها كده ان اي 2 اس 4 دي رقم كام دي؟ 41 ان اي 2 اس 4 142 على 1 هيطلع قيمه السين ب 69,000 جرام. ده دي مين؟ ده دي ان اي 2 اس 4. انا عاوز اجيب كتله ان اس ال او نسبه ان اس ال. نسبه ان اس ال يبقى بتساوي 2 من 10 اشيل منها كتله ان اي 2 اس 4 على 2 من 10 في 100 يطلع النسبه المئويه. تطلع تقريبا رقم الف. تعبتوا؟ يا خلاص بقى، هما بقى سؤالين معلش. باقي سؤالين يا غالي معلش. باقي سؤالين. هنا بيقول الاكس مع ملح طلع راسب اصفر لا يذوب، اكيد هنا يوديد. وهنا مع ملح ثلاثي اهو،
هنا كي 3 بي يعني اكيد فوسفات، اصفر يذوب دي فوسفات. وهنا يسود بالتسخين، يسود بالايه؟ راسب ابيض يسود بالتسخين يبقى كبريتيت. يبقى ده اهو اتش اي، وهنا الحمض بتاعه هيبقى H3BO4 حمض الفوسفوريك، وده هيبقى حمض الكبريتوز HSO3. طبعا ده اثبت واحد، HB اثبت واحد، يليه HI اقل ثبات، اضعف ثبات هيبقى حمض الكبريتوز، يبقى اعلى حاجه HB، ثم HB اعلى حاجه، ثم HA، واضعف حاجه HC. يبقى الاجابه رقم ج. رقم ج ده رقم كام؟ 42. نكمل السؤال اللي بعده. محلول كلوريد ألمنيوم حجمه 200، تركيزه نص، احسب حجم NaOH اللازم لترسيب كل الألمنيوم اللي فيه. إذا كان 20 مللي من NaOH بيتعادل مع 40 مللي من HCl نص مولاري. هستغل HCl واجيب تركيز NaOH. يبقى NaOH هيتفاعل مع HCl. بالنسبة للحمض هيبقى 40 في 5 من 100 على 1. بالنسبة للقاعدة حجمها اللي اتفاعل معاه 20 وتركيزه مجهولة على 1، فجيب قيمة الام تطلع تركيز الام NaOH بواحد من 10. اخد بقى دي وافعلها مع الألمنيوم، مع كل الألمنيوم، يبقى AlCl3 مع 3 NaOH ونكمل المعادلة. يبقى انت عندك احنا عاوزين نجيب ديت، عاوزين نجيب منها ايه؟ نجيب حجمها، يبقى حجمها س في 200 على 1. اليمة الثانية هنجيب ال NaOH تركيزها 1 من 10 وحجمها اللي اتفاعل، حجمها اللي اتفاعل لا ده احنا العكس، احنا عندنا دي 200 وتركيزها نص، دي نص، دي اهي نص، وهنا كتلة حجم الدي س على 3 طرفين وسطين تطلع س ب 3000 ملي لتر. 3000 ملي لتر ده اللي هو حجم ال NaOH. السؤال 44 بيقول من الملح الذي يمكن الكشف عن شقيه، يعني عن السالب والايه والموجب، عن طريق HCl. HCl يكشف عن فضة ورصاص موجب 2، وزئبق موجب 1 لو كان كاتيوني، او نتريت وكربونات وبيكربونات وكبريتيت وصويا كبريتات لو كان انيوني. نترات لا، كبريتات لا، فوسفات لا، لكن نتريت ينفع وفضة ينفع. نتريت ينفع، فضة ينفع. اختار رقم ب. شوف بقى الاسئله المقاليه. السؤال بقى اللي بعده تم خلط 60 مللي حمض كبريتيك 4 من 10 مولاري مع 30 مللي هيدروكسيد باريوم. طيب المعادله بتقول BaOH باي 2 مع حمض الكبريتيك هيطلع BaSO4 طبعا زائد ميه. هو عاوز الراسب دوت قد ايه ودول، طبعا لونه ابيض خلاص معروف، كبريتات الباريوم ابيض. عاوز بقى كتلته، يبقى لازم اجيب عامل محدد. نشوف كده هيدروكسيد الباريوم هو 8 من 10 في حجمه 30 في 10 سالب 3 على 1. ونجيب حمض الكبريتيك 4 من 10 في 30 في 60 في 10 سالب 3 برضه على 1. هتطلع دي هيدروكسيد الباريوم طلع معانا 24 من 10000 ودي 24 من 100، يبقى دوت العامل محدد. هيدروكسيد الباريوم عامل ايه؟ محدد. ده اللي اقدر اجيب منه الراسب. فنشوف كده هناخد بقى البي
ناخد البي اي او اتش باي 2 مع البي اي اس او 4. احنا دي عندنا قلنا 24 من 10,000 بتساوي الراسب س على 136، واجيب قيمه الايه؟ السين، يطلع كتله الراسب تقريبا تطلع 5.5 تقريبا، حاجه زي كده، تطلع 5.5 تقريبا وشويه كده. وبعدين بيقول ما التغيير اللوني؟ ما التغيير اللوني لما تحط مثال برتقالي على المخلوط يحتوي على 500 مول حمض كبريتيك مع 100 مول او 100 ملي صودا كاويه. طيب هذا النيو اتش مع حمض الكبريتيك، طبعا هنا في 2. نشوف بقى حمض ولا قاعدي. حمض الكبريتيك هو 100 في 10 سالب 3 في 1 مولر، تطلع 1 من 10. وعندك بالنسبه لهيدروكسيد الباريوم 5 الصوديوم، قصدي 5 الصوديوم 5%، 5% مول، هو المول طبعا على كام؟ على 2. تقسم دي على دي تطلع 5% على 2 يبقى كام يا معلم؟ 25 من 1000 كده. يبقى الحمض اكتر، سواء الحمض اكتر تاثيره حامضي ولا ايه؟ الحمض هيبقى اكتر ولا ايه؟ الحمض هيبقى اكتر طبعا، فبالتالي هيبقى تاثيره ايه؟ حامضي، فمثال البرتقالي بيغير لونه. تمام. اخر سؤال احنا حطينا دول ايونات، حطينا كلور هيسحب الايه؟ الرصاص ويكون بي بي سي ال 2، ويبقى عندك باريوم موجب 2 وكروم موجب 2 موجب 3 ونحاس موجب 2. طيب ثم حطينا حمض الكبريتيك، الكبريتات دي تسحب الباريوم فيتكون بي اي اس او 4، فالرشيح هنا هيبقى عباره عن كروم موجب 3 ونحاس موجب 2. اوكي كده احنا خلصنا حل المندليف شامل الباب الثاني. ان شاء الله نكمل في فيديو تاني حل افوكادرو الباب الثاني. سلام.